طبعا منذ سنوات كان يعني موقف صريح في الإساءة إلى الإسلام ونبي الإسلام وإلى المسلمين صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الوقت نحن يعني الأزهر كله كتبه، شيخ الأزهر والدكتور زقزوق وفضيلة المفتي، وإحنا كتبنا، أنا كتبت 6 مقالات في الأهرام دفاعا مؤدبا ومهذبا وردا لهذه الإساءة. كنا حتى يعني يقول كلمة طيبة أو حتى يعني يشرح وجهة نظره بما يعني يفهم منه أنه لا يقصد الإسلام بهذا، لكنه لم يفعل ذلك وسكتنا إلى أن جاءت عملية كنيسة القديسين في الإسكندرية، فبدأ يصور الأمر كما لو كان أن هناك اضطهادا من المسلمين للمسيحيين وباعتبارهم أقلية. ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى أن طلب من الدول الكبرى أن تحمي المسيحيين في الشرق من المسلمين، طبعا هتلاقيهم فين من المسلمين. وبعدين يعني أعلنوا أنه يعني هو يريد أن أو أرسلوا ناس يريد أن يتضامنوا مع الأقباط هنا في مصر. طبعا هتتضامن ضد مين؟ ما هو تضامن مع شخص ضد شيء. فالحقيقة لم نحتمل هذا وتحدثنا يعني واجتمعنا في مجمع البحوث الإسلامية وتدارسنا الأمر وقررنا تجميد الحوار مع الفاتيكان إلى أن وأظن سيادتك استدعيت سفير الفاتيكان في القاهرة، لكن سيادته للأسف الشديد رد على هذا بالبيان اللي قلت لحضرتك عليه، أنه يجب على العالم الغربي أن يحمي المسيحيين من فطبعا احنا أعلنا موقفنا وأن احنا يعني نجمد الحوار مع